الإخوة الكرام، لكم مني سلام واحترام وتقدير شديد. اليومين دي سوشيال ميديا ضاجي، لكن قبل أن نخش برنامج الدراما نقول لكم شنو؟ تصوموا وتفطروا على خير، وربنا يقدمنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال يا رب. اليومين دي شهر الفضيل ده بيجي شهر شنو بتاع مسلسلات، مسابقة للمسلسلات والدراما والفن كمية. وفي الكون بتاع المسلسلات ده ما في مسلسل كده شنو ديني ولا بيتناول شنو قصص دينية ولا بيتحدث عن رمضان، رومانسية، أكشن، إجرام. يعني التمثيل بيجي شنو جانب معين، رومانسية أنا عارفين فيها شنو هوب وحاجات كده شنو الحلوة اللي بتحرك المشاعر جوا دي عشان الناس تنسى الصيام وتنجرف مع المشاهدة بتاعت المسلسلات والإعجابات واللايك، وهناك بتنزل لأصحابي شنو تجديد. كمية من البنات في المسلسل فاكين العرش والعرش فاكين العرش والشعر، شغل غير حقنا السوداني ده. ما في واحدة كده ملسمة وكمكمة وهي سميها وبتمثل، ما في. وفي شنو بيختاروا باثنين ثلاثة كده شنو يمشي شنو يختاروا لهم شيخ، انه الشيخ ده يكون شنو بتاع عينه طويلة، شيخ عينه طويلة وشنو يقع في غرام البنات ديل، واللي بنت تقول له كلمة كلمتين حلوات كده شنو تنهب قروش. يعني ديل نوع البنات شنو معلمات الشلابات الكندركات، برضو حركة شنو ما حميدة. والحاجة شنو المضحكة أكتر، أما كبير يقول له بس أنت أم الرومانسي ذاته، أنت الرومانسية والرومانسي. وناس منو في الزمان قال شنو الحب بتاع الناس الكبار ذاك بعمي وبطرش وبأوج الخشب. برضه ده نشوف قصته قدام. المهم يعني الشهر العظيم ده ناس دي ملوته بحاجات كده شنو كمية من المسلسلات والدراما والغنى. واجهة بتاعت رمضان، الواجهة بتاعت رمضان في السوشيال ميديا بقى شنو واجهة درامية، يعني عبارة عن مسابقة بتاعت مسلسلات، أي كمية من المنافسات، مسلسل ورا مسلسل ورا مسلسل ورا مسلسل عشان الناس تنتهي وتذنب شنو المسلسل ده سمع والمسلسل ده شنو والمسلسل ده سمع كد يومها كده. والحاجات دي بتنسي الناس شنو الذكر الحكيم وقراءة القرآن والحاجات دي. ده أنا بعتبر الكلام ده شنو من السلبيات بتاعت الدراما السودانية. أنت مثلت حاجة بتعكس شنو المجتمع ولا الثقافة السودانية لغيرك، لكن خلي الشغل ده في زمن ماله، يعني في 11 شهر انتوا ما قدرتوا تتنافسوا وتنتجوا مسلسلات الا في رمضان ده بس. الشهر ده بس، الشهر العظيم شهر التوبة والغفران، مفترض الناس تقرا فيه القرآن الكريم ده، انتوا جايبين مسلسلات عشان تلهوا الناس. دي من اكبر السلبيات. اخي العزيز، لو اول مرة قاعد تشوفنا ابزنقلة ودنيالة، ما تنسى الاشتراك في القناة وفعل الجرس وهتأمن بلايك، ولا فجر اللايف ده كله شنو لايكات عشان يصلك شنو دائما جديد، وهتستمتع ان شاء الله. فمن هنا نمشي ونشوف الدراما السودانية وشغله شنو، مسلسل ورا مسلسل، نقد ورا نقد، وصناع المحتوى السوداني الزيي والغيري، يعني من ضمنهم انا وغيري كمان شنو ديل حارسين فرصة عشان يصنع محتوى يكون عجيب، بس دار اي فرصة، اي فرصة قطع في مسلسل يجري يجيب التصوير اي وررررررك، الحاصل 1 2 3، مخرج دقس في حاجة الحاصل 1 2 3، ومفترض ما يكون كده ولا يكون كده وانت عارفين الكلام الكثير. فبرضه رسالتنا لأخواني اليوتيوبرات ولا صناع المحتوى، واحدة واحدة شنو على ناس بلدك. الناس ديل كونه شغل اسمه دراما وتمثيل دي يعني حاجة إننا ما كثيرة، ويا دوب بقى شنو
تصحر عشان نعكسها للعالم إنه أنا هنا سودانيين ولا هنا السودان، ينتج ويمثل ويبدي. ومفترض انتوا كمان واحدة واحدة عليهم توجهوا بالمحتوى بتاعكم شنو؟ توعوا المنتج والمخرج على العمل الجميل. مفترض شنو؟ الناس توصل لكده وكده وكده تعمل كده، لكن ما شنو يطلعهم كده كلهم ما بعرف حاجة. عندنا اثنين شايف ولا شوغر ديت. الشوغر ديت جابهم شنو في المسلسلات الهبيبين، واحد فكي واحد بتاع دكان، شايب رومانسي كبير وقع في البير، ولو شايب هبيب. المهم زي ما اسميها زي ما اقول انه في حاجه كده بتقول شنو سمى الشياب ديل، ناس الكبار كبار شويه، شوغر ديت شوغر ديت شوغر ديت. المهم يعني انا ما قادر اوصل لك الكلام ده كيف. المهم الشوغر ديت ده معروف عنده قروش، ولما يفتح قلبه ده كده ويخشش البابور جوا بخش من كل اعماقه، تاني ما بشوف لا ورا لا قدام. زي ما قال ناس منوفل الحب من النوع شنو بأمي وبأطرش، الحب البأمي وبطرش وبأوج الخشم ده. فأما كبير كده أصحابي في المسلسل ده وقال له بس انت شنو تسحر لنا النجم الحبيب ذاتك، وجاوا البابور وتعال شوف ردة الفعل كيف. انت ذاتك تتكيف. أراك كشف. اديني كلمة طمنيني بالموافقة، انا والله نزل لك الدكان ده كله مهر. ما لازم نتعرف لكن في الاول يا بيبي. بيبي؟ والله بيبي دي بشق النص عادي لما تقول علي بتخجني ذاته. خش عليه تيك توك. هو انا اصلا ماليش من غيرك اصلا يعني. يا دادي. دادي؟ لا لا كده كترتيون علي، ابقي لي عليه واحده يا بيبي يا دادي لانه بيجيني خم النفس. عيني شيلي لك شوكولاته من الثلاجه وانت مارقه بريدي بقى قلبك ده، شيلك بارد بارد شديد اشربيه واشربينا احنا معاك عشان ننتهي من القصه دي. شيلك شوكولاته يا بيبي. بيبي دي بتعودني شديد بتعودني. جيب لي مويه يا ولد. بيبي دادي احسن لي بيبي. بيبي ناني ولد ناني بيبي. التيك توك في تيك توك، التيك توك في تركيا والتيك توك دايره شنو؟ في بصل؟ ما اعرف. ومش ده من الحاجات الثانيه يعني الدعايه بتاعت شنو؟ شيخ التشيكسي برضه جابوا لنا شيخ شنو؟ في مسلسل. فأما الشيخ ده المهم شيخ زي ما قلنا لكم شيخ شنو؟ تشيكس. يعني ده الحاجة اللي أنا قدرت استنتجها إنه المخرج ده اختار إنه يكون الجزئية دي ويعمل شغل زي ده. فأما ده اللوجو ذاته هو عارف شنو؟ شيخ وعنده تجدير وأي حاجة، لكن شنو؟ يعني عينه زايغة ولا عينه طويلة، عينه طويلة وقلبه كبير. رسل لي البوابير ليل كلمة كلمتين حلوات كده دينيات ونلطش عمك ده شنو ونبلو. معروف عمك شنو بنجرب في مشاعره وبتبلي عشان المرة الجاية تجي وسلام بألف. فبرضه دي من الحاجات شنو مضحكة في المسلسلات الناس دي سوتها. ونشوف كده المقطع ده وادونا تحليلاتهم في الكومنتات تحت هناك. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله حفظك الله. هنيئا للزوجة اللي بيحظى بيك والله والله. لا قوة إلا بالله. خير 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 مالك يا ميادة؟ أيوة. في شنو؟ دي أستاذة اعتماد. اعتماد إنه؟ اعتماد شنو ماله؟ قالت له ما دفعت آخر قسط بكرة ما أجي الامتحان تخيلي. طيب وحتعملي شنو أنت هسي؟ الحمد لله إنني في السوق. بس أنا أمشي أبيع تلفوني ما عندي حل تاني أعمل شنو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معقولة؟ عيب عيب يا ميادة. شيخ الرفاعي كله قاعد في السوق تمشي تبيعي تلفون؟ ما عندي حل والله يا شيخ رفاعي غير كده. معقولة؟ جهدك كله قرايتك كله ده كله يروح ساكن؟
شوية يعني. لا ما كثيرة عليك، كم يعني؟ 200,000. لا حول ولا قوة إلا كثير والله، والله نصيحة كثيرة يا أخي. لا حول ولا نعمل شنو؟ كلام عجيب. لما يكون التمثيل عكس الواقع، ولا التمثيل شنو غير في محله، يعني حاجة كده تديك نقدي، انت براك تنتقد انه الشيء ده يعني انت بتشوف الزول ده تمثيل، يعني حاجة ما ممكن رجل دين ينجرف بمشاعره ويطلع له شنو ربطة بتاعت قروش ولا دولارات يديها لبيت عشان قال لها كلمة شنو واحدة دينية. الكلام ده باكز انه شنو الشيوخ في السودان كلهم شنو معلمين يا مان، فدي من الحركات شنو خير حميدة. اصلا في قال بعض المشايخ الصوفية بيعملوا الكلام ده صح. واحد الشيخ لما تجيه كده انه داري زعل العيون كده وبتاع فدي من السلبيات. سلام.